يا مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده هنعمل عشوة جميلة وسريعة ولذيذة جدا جدا جدا. انتوا زي ما انتوا شايفين كده الوج جاي جاهز اهو. انا سلقة اللحمة، طبعا كلنا عارفين اللحمة بتتسلق ازاي. لو رجعتوا للفيديو بتاع الفتة المصرية عندي هتشوفوا اللحمة ليها اسلوب للسلق، وده اسلوب تاني اهو. انا سلقت اللحمة كويس جدا، محبتش اطول طبعا الفيديو عليكم. انا حطيت الميه غلط، رميت فيها اللحمه، طلعت لو فيها ريم قشطته، حطيت حبه فلفل اسود، بصلايه، طماطمايه بس، وكده اتسلقت اللحمه. طلعتها معاكم وانا كده في المصفى، عايزاها تتشمع كويس جدا. تعالوا هنا نحضر التتبيله بتاعت اللحمه. معايا طماطمايه كبيره، بصلايه بتاع 4 5 فصوص توم، التوابل ملح فلفل اسود بابريكا. معايا اهو كوبايه الا ربع ميه، ومعايا فنجان خل، وهاخد بتاع ليمونة من الفنجان ده بالظبط. ده كل ده بنحطه فين؟ في الخلاط. وهننزل بالبصلاية، دي بصلاية كبيرة وطماطماية كبيرة وبتاع 4 5 فصوص توم اهم. دي التتبيلة بتاعتنا. انزلوا بالسوائل الأول عشان تساعدكم في عملية الفرم طبعا اهو. زي ما انتوا شايفين هنحط التوابل ملح فلفل اسود بابريكا. ضربتها كويس جدا كده في الخلاط، وهصفيها كويس جدا كده. حطيتها في المصفى وتحتيها ووك او طبق، وهصفيها خالص. انا عايزه السائل بس، مش عايزه اي شوائب فيه. هصفيها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده اهو. انا عايزه بس هو ده اللي طلع السائل اللي انا عايزاه. تعالوا بقى نشوف هنركن ده وهنحضر السلطه لحد اللحمة بتاعتنا ما تتشمع. السلطة المصرية بتاعتنا سلطة الحاتي. الطماطم مخرطها زي ما ما انتوا شايفين كده، والخيار والبصل جوليه. حطيت حبة بقدونس اهو. دي السلطة بتاعتنا. هقلبها كويس كده اهو زي ما انتوا شايفين. نقلبها كده بالطبق اسهل لنا. تعالوا بقى هنركن السلطة ونعمل مية السلطة اللي هي بتقال عليها ايه؟ ويسك الغلابة أو مية السلطة. حطيت فنجان أو مج كبير مية حسب اللي انت هتعملي أو الكمية اللي انت عايزاها. نزلت بحبة خل زي ما انتوا شايفين، وحبة ليمون. معايا ملح شطة كمون. طبعا أنا حطيت شطة عشان أنا ما حطيتش فلفل. هقلبهم كويس جدا كده وهقلبهم مع السلطة، ونعبي بقى في الكوبايات أحلى مية سلطة في الدنيا كلها. خلاص كده كده احنا اللحمة اتشمعت وعملنا سلطتنا وركناها، وهنخش بقى على البوتاجاز هنشوف هنعمل ايه. معايا ووك. نزلت فيه بتاع 3 معالق زيت من بتوع الأكل بالظبط. طبعا اللحمة هنا اتشمعت عندي، والفحم اهو على البوتاجاز. كمية فحم حلوة كده عشان عقبال ما أكون حمرت اللحمة يكون الفحم ولع اهو. هبتدي انزل طبعا انا كده اهو باللحمه. طبعا انا طلعتها من الشوربه، ما خدت آه طلعت منها البصل، الطماطم، الكلام ده. واللحمه شمعتها زي ما انتم شايفين كده، ما فيهاش اي سائل من الشوربه. نزلتها كده انا في الوقعه على الزيت بعد ما سخن كويس جدا. وهبتدي ان انا عايزه اخد لون، وهنشوف احنا هنعمل فيها ايه. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل كباب، بس بطريقتنا اللي هو اللحمة اللي احنا سلقناها. هنعمل اللحمة المسلوقة مشوية. هنبتدي كده ناخد حاجة بسيطة من اللي احنا عملناه، السائل اللي احنا عملناه على اللحمة كده. بصوا أول ما حطيته شربته على طول. ليه؟ اللحمة لما اتحمرت وقبلها كانت متشمعة فعطشانة، فخدت السائل وشربته على طول. هبتدي أنزل كده بالتدريج، كل ما تشرب السائل هحط غيره، وما تستعجليش عليها. قلبي الريحة اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هنا ما حطيتش اي توابل خالص، غير ان انا حطيت ملح في الخلطة وانا بضربها في الخلاط. لان انا طبعا لما سلقت اللحمة كنت حاطة فلفل اسود بس، ما بحطش ملح، عشان تعرفين ان اللحمة لما بنحط لها الملح بتعجز سواها وما بتستويش بسهولة. خلاص كده انا خلصت التحمير. جبت ووك، حطيت فيه ورقة فويل، نزلت فيه الفحم، حطيت مصفى اهو زي ما انتم شايفين. هبتدي اعمل ايه بقى؟ انا كده حمرت اللحمة كلها، هنزل باللحمة دي كلها في قلب المصفى. كل الزيوت دي هتنزل. شايف الريحة؟ الريحة بسم الله ما شاء الله. ادي اللحمة المسلوقة مشوية.
بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب، وترفعوا الفيديو معايا، ويا رب أكون أحسنت معاكم النهاردة. شايفين أهو أنا رفعت لكم اللحمة كلها ووريكم. اللهم بارك كده. احنا خلاص حطينا اللحمة بتاعتنا، لحمة مسلوقة مشوية، سلطة الحاتي، مية السلطة أو ويسك الغلابة، حبة طحينة لذاذ جدا. تسلم إيديك يا شيف لولا. وادي كان عشانا النهاردة. بسم الله ما شاء الله. ادي اللحمه المسلوقه مشويه، وده عشان النهارده كلهم واقفين ورايا على فكره مستنيين الفيديو يخلص عشان يجيبوا الريحه قلب الشقه كلها. يا رب اكون احسنت. باي باي.